الأهداف اللي إحنا حطيناها دي، الهدف الكبير اللي باحطه عشان أحققه بعد سنة، دي اسمها results goals أو outcome goals. الأهداف اللي مرتبطة بنتيجة. أنا عايز بعد سنة النتيجة تكون إن أنا الدين اللي عليّا بقى 0 أو الفلوس اللي في حسابي بقت كذا، أو وزني بقى كذا، أو خسيت عدد كذا من الكيلوهات، أو حصلت على الشهادة دي، أو كتبت كتاب، أو whatever اللي أنت اخترته. علشان بعد سنة أكون حققت الهدف بتاعي، محتاج إن أنا في كل أسبوع من السنة، أو في كل شهر من السنة، أو في كل يوم من السنة أبقى باخد خطوات معينة. الهدف بتاعي الوقت اللي المفروض يكون اتحقق فيه بعد 12 شهر، بس لو أنا قعدت 8 شهور مش باعمل حاجة، صعب أوي إن أنا آجي في آخر 4 شهور أحقق الهدف اللي كان المفروض أشتغل عليه لمدة سنة. فالprocess goals أحيانًا بعض الناس بتسميها do goals. دي الأهداف اللي باحطها لليوم أو للأسبوع أو للشهر حسب طبيعة الهدف بتاعي، اللي بتضمن لي إن أنا ماشية على الtrack وباحقق اللي المفروض أحققه علشان eventually أوصل لتحقيق الهدف بتاعي.